السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع اقتراب نهاية العام، رشحت الكاف 30 لاعبا للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية، وتواجدت فيها اسمين جزائريين. النجم الأبرز رياض محرز الذي توج مع ناديه مانشستر سيتي في العام بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، وقدم أداء رائع منذ قدومه إلى الأهلي السعودي. ما رأيكم في حظوظ محرز في القائمة مع تواجد محمد صلاح وزياش ومندي وكل اللاعبين الناشطين في أوروبا حاليا؟ أما الاسم الثاني فهو الجزائري رامي بن سبعيني المنتقل حديثا إلى الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، حيث يقدم أداء متذبذبا مع ناديه الحالي، حيث لم يقدم إلى حد الآن المستوى المعهود منه من تمريرات حاسمة وتسجيل للأهداف. وقدم مع المنتخب الجزائري كقلب دفاع أداء لا بأس به. مع قدوم كأس إفريقيا، هل سيتوج أحد هؤلاء النجمين بالكرة الذهبية أم أنه أحد آخر؟